صباح الخير يا شباب. احنا دلوقتي رايحين دهب. احنا على مطلع اليهودي يا جماعة. مطلع اليهودي ده على راس المطلع في المدفن بتاع المهندس اليهودي اللي رصف الطريق ورسم الطريق من طابة لشرم الشيخ. طيب احنا ليه مسمينه المطلع؟ لان هو على قمة الجبل. احنا طالعين زي ما انتم شايفين المطلع اهو، مطلع كبير جدا على قمم الجبال. لما هنوصل فوق، اول ما هنوصل عند قمة الجبل هيبقى على شمالنا المدفن بتاع اليهودي، وبعدين في منزل كبير جدا بناخده بالعربية، يعني تقريبا كده. ويقال ان دي تاني اعلى قمة بعد جبل سانت كاترين. يعني جبل سانت كاترين هو اعلى قمة، اعلى قمة جبل. تاني اعلى قمة جبل هو المطلع اللي احنا طالعينه ده يا جماعة. احنا كل ده مش في طريق عادي، احنا كل ده في مطلع طالعين على قمم الجبال. زي ما انا بوريكم احنا كل ده في مطلع اهو، طالعين على مطلع اليهودي على طريق دهب. احنا كده رايحين دهب يا جماعه. قدامنا حوالي 35 كيلو او 34 كيلو ونوصل دهب. خلينا مع بعض لغايه ما اوريكم المطلع اليهودي كله. ادي المطلع اهو يا جماعه كله قدام منكم. والمدفن هتلاقيه على راس المطلع فوق خالص، واخد شكل المثلث الهرمي على ايدك الشمال وانت رايح دهب، وهيبقى على ايدك اليمين وانت جاي من دهب. زي ما انت شايف المطلع كده يا جماعه. احنا كل الثلاث دقايق اللي احنا ماشيين بيهم بالعربيه ديت كل ده مطلع يا جماعه. متخيلين قمه الجبل عامله ازاي؟ والعربيه واخده سرعه معينه، احنا مش قادرين نمشي اسرع من كده. ده بسبب الجغرافيا بتاعت المكان والجبال والضغط وحاجات كتير جدا. احنا طالعين اهوت، احنا قربنا نوصل على مطلع اليهودي، على قمة مطلع اليهودي يا جماعة. احنا كده يا جماعة طلعنا خلاص على المطلع فوق. احنا ماشيين على ارض مستوية، يعني ارض معدولة، مش مطلع خلاص. احنا كده فوق قمة الجبال يا جماعة. احنا في مكان مرتفع جدا عن سطح البحر. تمام. ادي المثلث اهو يا جماعة، شايفينه؟ ادي هو ده مدفن اليهودي. ده مدفن اليهودي، ده المهندس يا جماعة اللي اتدفن هنا اليهودي، اللي رفض انه يرجع تاني بعد ما احنا خدنا سينا وحاربنا الاسرائيليين سنة 1973. رفض اللي هو يرجع، وما كانش مصدق نفسه اساسا اللي مصر هتستلم سينا، فقال انا هموت هنا، ومات واتدفن هنا. ده المهندس يا جماعة اللي رسم الطريق. ادي احنا نازلين من على منزل يهودي، منزل كبير جدا يا جماعة زي ما انت شايف. نازلين من على قمم الجبال فوق لغاية تحت خالص، لغايه اخر نقطه تحت خالص. يعني منظر كبير جدا. هو ده اللي انا كنت عايز اوريهولك النهارده. شكرا.